بس حقيقي انا قلبي بيتقطع ان زاك سنايدر مش هيكمل معانا، وانا فعلا متضايق من الحوار ده، ومش متحمس حماس كبير قوي لعالم جيمس جان. وده لان انا بشوف ان جيمس جان هو مخرج نيش اكتر من انه مخرج كوميك بوك متمكن بيعرف يلمع الشخصيات الكبيره بحجم سوبرمان وباتمان. لا، هو بيعرف يجيب الشخصيات الثانويه والدي بلس والسي بلس او حتى السي ماينس والدي ماينس، وبيعرف يلمعها زي مثلا جاردنز اوف ذا جالاكسي، زي دي سوسايد سكواد. ما جالهوش اختبار بحجم سوبرمان قبل كده، وما اظنش ان حد يعمل شكل سوبرمان يرضيني انا كنادر غير زاك سنايدر. انا بعشق ان انا اتفرج على شخصيه محطمه، بعشق ان انا اتفرج على شخصيه بتتصاعد في الليفل باورز بتاعتها، ما بحبش اتفرج على شخصيه اوفر باورد. وحبيت الادريشن بتاع زاك سنايدر من دكتور منهاتن، وفهمت ابعاد دكتور منهاتن، وكنت اتمنى ان زاك سنايدر يكمل، وكنت اتمنى ان هنري كافيل يكمل كسوبرمان، لان هنري كافيل is my Superman, Ben Affleck is my Batman, and Zack Snyder is my fucking director. وعشان كده بقول لك كل سنة وانت طيب زاك سنايدر، وهابي بيرث داي for you my dear.